إذا كنت تريد التوصل بجميع أخبار ومستجدات الوداد، تابع قلعة الوداد على اليوتيوب. أكد عادل الرمزي مدرب الوداد الرياضي لكرة القدم أن الفوز على سيمبا التنزاني هو ما يهم خلال هذه المقابلة، مشددا على أن المستوى العام للفريق تميز بإيقاع منخفض والفشل في خلق الفرص. وخلال الندوة الصحفية التي تلت المباراة، تحدث عادل الرمزي مدرب الوداد عن مردود الفريق بقوله: سيطرنا على المباراة لكن بدون فاعلية أو قدرة على خلق الفرص. بدأنا بإيقاع منخفض واحتجنا لأكثر من 20 دقيقة للدخول في أجواء المباراة. وبخصوص تضييع يحيى جبران ضربة الجزاء قال: ضربة الجزاء كانت فترة مهمة في المباراة، ورغم أن تضييعها داخل في كرة القدم إلا أن ذلك زاد من الضغط الذي نحس به. وتابع مدرب الوداد: في الشوط الثاني حاولنا لعب الكل للكل، ولكن رغم التغييرات والدفع بالبحري والمترجي إلا أننا لم نخلق أي فرص كثيرة، خاصة أننا كنا مطالبين بالحذر من مرتدات سيمبا وتوفقنا في آخر اللحظات من تسجيل هدف الفوز. وأشار رمزي إلى أن المهمة تم تحقيقها في هذه المباراة، وقال: المهم هو 3 نقاط، لا يهم أن نسجل في البداية أو النهاية. كنا عازمين على تحقيق نتيجة إيجابية رغم الضغط والعياء في هذا الإيقاع المرتفع، مختتما كلامه بالقول: هذا ليس عذر، ولكن هؤلاء اللاعبين يأخذون مباريات كل 3 إلى 4 أيام، وهو أمر صعب، لكننا نؤمن بأنفسنا ونلعب بقلوبنا. وحقق الوداد فوزا مهما وصعبا على نظيره سيمبا التنزاني بهدف دون رد سجله لاعب الوداد وخط المتوسط الجزائري زكريا أدراوي في الوقت بدل الضائع من المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب مراكش الكبير لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. بدينا قلعة الوداد في 2019، عندنا تجارب زوينة دوزناها وتجارب خايبة خرجنا سالمين منها، وبعد مرور 5 سنين على بدايتنا ها احنا كنعلنوا افتتاح قناة جديدة قلعة الوداد بالدارجة. لعلمكم هاد القناة جات استجابة لمطالب بزاف اللي كيقولوا دير فيديوهات طوال، وبقات تدير تحليل المباريات وتوجه رسائل في الظروف الصعيبة. ما بقى والو على 2024. واش نقدروا نوصلوا ل1000 مشترك قبل نهاية العام؟ المهم الرابط غادي تلقاوه في أول سطر في الوصف، ولا ممكن بكل بساطة تكليكي على الفيديو اللي كيبان لك فوق الشاشة، وبليز بارطاجيوها مع صحابكم حيت غتكون واحد الحاجة سبيشال وغنعطي فيها بزاف. شكرا.